سلمت ورد السلام. قلت له يا أخوي ابشر برحمة الله عز وجل، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. مهما كان ذنبك تراك تعامل رب الأرض والسماوات، ومهما فعلت فلن يطلع عليك إلا الله عز وجل. هز راسه ثم قال ونعم بالله لكن ذنبي كبير. وش ذنبك؟ يمكنه سرق، يمكنه وقع في كبيرة وما تاب، يمكنه زل فترة من الزمن، يمكنه نسأل الله تبارك وتعالى وباب التوبة مفتوح. لكن كانت الضربة العظمى والصدمة الكبيرة اخواني يوم اني قلت له قل لي وش فيك؟ قال يا شيخ حنا في رمضان صح؟ قلت لي والله حنا في رمضان. قال يا شيخ الله يغفر؟ قلت يغفر. مهما كان الذنب؟ قلت مهما كان الذنب. لو كان كبير؟ قلت لو كان كبير. وش سويت؟ ذبحت؟ نزل راسه. زنيت؟ ريح بالي. وش سويت؟ انتظر جوابه، ما جاء الجواب. يا فلان ريحني، الله يخليك ريحني. قال يا شيخ العام الماضي أصحاب سوء وشهوة وهوى وإعراض ونسيان وضياع قنوات. يا شيخ أنا أحترق، والله إني أحترق. قلت قل لي يمكن أقدر أبرد عليك هذه الحرارة، حرارة القلب. قال يا شيخ رمضان الماضي أصحاب السوء دعوني الحرام يريدوني معهم، حزمت ثيابي وجهزت أغراضي، ثم جيت يوم 9 من رمضان على الأم اللي هي أمه. أمك يا أخوي، أمك يا حبيبي الغالي، أمك اللي تعبت علشانك، وأمك اللي ربت حتى تكون رجال وتعتمد عليك بعد الله عز وجل. أمك الحبيبة، أمك اللي مهما قدمت لها من معروف ما ترده، ولا تجزيها من آلائها ولا فضلها عليك بعد فضل الله عز وجل. قال أمي يا شيخ. دخلت عليها يوم ثم قلت لها يمه أنوي السفر، أنوي السفر، وأبي منك اللي تقدرين عليه. أبي مال، أبي أسافر، أبي أشوف الدنيا، أبي أشوف الشباب، ودي أروح وأشوف الشباب كيف يعيشون. اسمع أنت، اسمع. في هذه الأثناء الأم المسكينة اللي ربت وأحسنت، يا ما ضربها أبنائها وصبرت، يا ما نساها أولادها وما كفرت، يا ما تعاظموا عليها بالقوة وسوء الأدب وصبرت. من أجل ماذا؟ لأنك ولدها وما تقبل أن الله يعذبك، والسبب هي. قلت لها بمال. قالت يا وليدي أنت شايف والله ما عندي شيء، ما أملك شيء من الدنيا إلا اللي تعرف. يقول رديت عليها بكل قوة وقلت لها أنا بفلوس أبي أسافر، عندك فرصة إلى المغرب، إذا ما دبرتي حالك والله راح تشوفي شيء ما شفتيه في حياتك. سبحان الله، ابن يهدد أمه، ابن يؤذي أمه، ابن يتكبر على أمه في زمن الغربة. سكتت المسكينة ومسحت دمعاتها وخرجت من عنده. وين؟ تسأل الإمام فلان وتسأل الداعية فلان، تبي ريال و10 ريال و100 ريال. المن لك أنت يا عاق، لك أنت يا مقصر، لك أنت يا ظالم، لك أنت يا ناسي الود. رجعت الأم
دخل عليها، يقول دخلت على أمي وكانت معطتني ظهرها وقلت لها يمه وين اللي وعدتيني؟ التفتت المسكينة بدموعها وحسرته وألماه ثم قال لها يمه وين الوعد؟ قالت والله يا ولدي ما حصلت شيء، ما عندي إلا دريهمات خفيفة قليلة، خذها وش أسوي بها؟ سافر بها. بكت المسكينة قالت يا ولدي والله ما عندي. رمضان، عظمة رمضان، نزول رحمات الله، ملائكة الله في كل مكان في المساجد، القلوب مقبلة على الله، النفوس تخاف الله، أهل الإحسان يحسنون، أهل المعاصي يتوبون، إلا هذا. لكن أنا أذكر لك الخبر، والله تخنقني العبرة لا لشيء، لأن الأم يا إخوان كل يوم تظلم، والله تظلم، كل يوم تؤذى، كل يوم تجرح، كل يوم تطرد، وصابرة ومتحملة. أسأل الله عز وجل أن يربط على قلبها بعد عقوق. قالت له ما عندي، ضربها على وجهها أول ضربة، سقطت المسكينة، بدأ النزيف يتحرك، ثم ركلها الثانية والثالثة، وهي أمه، هي المسكينة، هي التي تحملت علشان، هي اللي صبرت لأجله. قالت يا ولدي أمك يا ولدي والله ما بيدي عليك في رمضان، يا ولدي ما بيدي عليك في رمضان، أنا أمك. قال بالفلوس وين هي؟ قالت والله ما عندي. يقول لا تتوقع أني ضربته وبس، أنا ما ضربته بس، أنا سيلت دموعها وسلت الدم من وجهها وجرحتها وآذيتها، ويا ليتني وقفت على هذا. لا والله، جبت معي ماء النار الأسيد وقفلت عليها الباب وسكرت الغرفة حتى ما تتنفس. شوف القلب القاسي. من الذي سوى لي هذا؟ الشيطان، أصحاب السوء، الشهوات، الزنا لا رده الله. يقول سكرت عليها الباب، قلت بتعطيني الفلوس ولا والله ما تطلعي من هذه الغرفة حية. أبيك تعيش الموقف، ودي أنك تعيش الموقف، لأن اللي يعرف الله عز وجل ما يؤذي. ومن أمه بكت المسكينة، يقول ضربتها ضربة ثانية، ثم والله ما تطلعين من هذه الغرفة حية أبد. أخذت الماء وصبيته على أول جزء من جسمها، والله العظيم إني أشم ريحة لحمها ويحترق، لكن قلبي القاسي. وهي تصور يبي يذبحها وهي تقول أنت ولدي وما بيدي عليك، أخاف يستجيب الله دعوتي فيك. لكن مع ذلك شد عليها وصب عليها ماء النار، فبدأت المسكينة تختنق، حتى غيب معالمها، أغلق عليها الباب وتركها وخرج. سبحان الله، وين قلبك؟ أمك سويت بها كذا؟ إي والله ثم يسأل
يسألني هل الله يغفر لي؟ عذب أمه في الدنيا ويسأل هل الله يغفر لي؟ أسألكم بالله وش جوابكم؟ لو إنها أمك تبي تسوي بها كذا؟ لو إنه واحد من الشارع قلبك يلين تفعل به كذا؟ كيف لو كانت الأم؟ قلت لها أنت فعلت بأمك كذا، قال أنا سويت بأمي كذا. قلت رح، يا ويلك من الله، يا ويلك من الله، ضيعت 3 حقوق حق الله فيها، حق الأمومة، ثم عقيت، ثم حق حفظ النفس وقتلت أمك يا ظالم، ثم جاي تسألني هل الله يغفر لي؟ هل الله يتوب علي وأنت فعلت بأمك كذا؟ لا إله إلا الله.